السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة تاع بوراك الجزائري، لكن ماشي بالديول، بعجينة رقيقة كما الديول، بديل الديول. ان شاء الله تفيدكم هاد الوصفة. رمضان راه جاي ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله توجدوها قبل تسيوها. عجبتكم اعتمدوها في رمضان. الاول هي الحشو. قاعدة حشو البوراك لازم يكون بارد، هذيك كان عارفوها. واش دير بالحشو تاعك العادي؟ بصله قطعيها، دير لها شويه زيت، قلي ديك البصله شويه، غير شويه تدبال، ونجيبو الكفته تاعنا نزيدو تكمل معاها الطياب. انا الكفته تاعي كان عندي دجاج، انتي عندك شويه كفته تاع بقري حطي، تاع خروف ديري اللي عندك. قلي ديك البصله مع شويه دجاج شويه يدخلهم الطياب، وعزي النكهه بلي زيبيس، توابل كما نقولوا. انا شو استعمل؟ شويه ملح، شويه لي زيبيس تاع الدجاج، سكنجبير، فلفل اسود، ولي زيبيس تاع الفرماج. هادو توابل الفرماج هايلين. والملح نقصي شويه، لان لي زيبيس تاع الدجاج يجيو شويه مالحين، تاع الفرماج شويه مالحين، يعني الملح ما تكثرش واحد كونتيتي كبير. دخلي هذوك لي زيبيس مع الدجاج تاعك وبصل. الحشو في البوراك هو الحشو المعتمد، كنا نديرو هذا هو بالخروف وديري مع البطاطا، لكن ولينا نبدلو. انا شويه معدنوس، شويه زيتون مقطع مغسول مقطع، ودخلي هاد الحشوه مع بعض. انا غلقت على النار باش ما صاي كلشي راه طايب. زدتها الفرماج، ندخل داك الفرماج مادامها سخونه. فرماج انا نستعمل غير تاع البيدو شغل يمشي لي على حسب الامكانيات تاعنا. ولا عندك فرماج حبيبات فرماج ديري. انا زدت الحشوه زكيتها بالروز، غليت شويه روز، درت 3 مغارف روز، زدتها شويه. ديك الحشوه تزكات لان الكفته كانت قليله. هذا هو راك تشوفي بعينك. انا نستعمل الروز، ما نحبش البطاطا، ما نكذبش. البطاطا مسلوقه ومرفوسه هكا نعبزوها تجيني تشرب الزيت. خلينا الحشوه تاعنا تبرد وجينا للعجين. شوفي 3-4 كاس حليب وتخرج لك الخير تاع ربي. تنجمي ديري غير نص، ديري غير نص ما يكفي. مهم 3-4 زيت، درت لها 4 زبده دايبه وبارده. هذاك الحليب دافي شويه، الحليب دافي شويه باش مع الزبده شويه ثاني دافيه باش تذوب لي تدخل لي مع الحليب. درت لها مغرف خل، خلي يمد الطوع للعجينه تولي الاستيك. ندير لها واحد الفتيته ملح، ما تكتريش باش العجينه ما تجيش صامته. خلطي مليح، ذوبي هذاك الملح، ايا نزيدو الفرينه. هذا هو العجين، لا خماره لا خميره لا حتى حاجه. حليب، زبده، وشويه ملح والفرينه تاعك. انا نخدم بصباعي وراني ندير ونحط شويه فرينه ونخلط كل مره هكا. تزيد تلملك العجينه بين يديك، ما نقدش نقول لك كاس، ما نقول لك 2 كيسان. انتيا راكي حاطه فرينتك حداك وراكي تزيدي. شوفي هكا تتلصق هكاك جاتني شويه، زدتها غير شويه رشه، ما كترتش الفرينه. ها شويه راه بديت لي بقات شغل لصقت لي، حسيتها انا في يدك تعرفي لها. زدت هاد شويه وما زدتش، هي بقيت دخلتها فيها بيان ديك الفرينه. سهله سهله. شوف عجينه طريه ديريكت تاع قريواش تاع لي سيجار، جايه طريه وشابه. هاد العجينه هي بالحليب، كاين اللي يديروا بالماء، انا درتها بالحليب. المهم لمي عجينتك وغطيها بصاشيه تاع ميلو تريح، ما تريحش بزاف، قاد تنجمي تخدمي فم. غير انا كنا صايمين ندير الحريره وهذاك، خليتها ريحت شويه بالما درت حريرتي، عاود وليت لها. شوفي هذه هي العجينه، شوفي هذه هي الكونتيتي اللي عطاتني. شوفوا الفرينه انا استعملت غير في الاول وما زدتش، خاطش العجينه ما تساعد في اليد. شوفي هاد العجينه حليتها شويه ومن بعد قسمتها، خليت نص تاع من بعد استعملته وما استعملتهش الحقيقه.
استعملت سما غير هاد الطرف استعملته بزاف، حليته وخدمت به وعادي وشاطلك لي شويه تعاود تلميهم تعاود تخدمي بهم. العجينه تمد غير يريحوا شويه تعاود تخدمي بها عادي. خاطرش ما ديريلهاش فرينه باش ما تبقيش تدخلي لها الفرينه تولي قاصحه هذيك العجينه. المهم حلي وخدمي وان شاء الله يا ربي ينجح لكم كيما نجح لي. المهم حليت العجينه تاعي. استعملي الجراره تاع الفرن تاع البيتزا ولا استعملي الموس. المهم تقطعت لي شويه نورمال تتسقم العجين ما تخافش منها ماشي كما الديول ورق الديول كي تتقطع رمي وصاي زعما ما تداواش. تاع العجين يداوى. المهم وخري العجين اللي ما تسحقش على جهه حطيه ما يلصق ما والو ديري وحده فوق وحده وعادي ما تخافي كاع منه. المهم العجينه كاع حليتها ودرتها قطعتها ونجيب الحبات اللي راهم الحبه اللي نبغي نخدم بها نزيد نحلها. شوفي رقي قد ما ترقي طيها تبقى العجينه رقيقه هكا هي المليحه. سورتو الاطراف ركزي على الاطراف شغل بالورق تاعك الرولو رقي هاني نرفدها غير باش تشوفوها زعما باللي راني نرقق ماشي نفس عبار يكون صغير كبري ترديها ما شاء الله. ها مدي لها وعادي الجهه اللي تجيك عوجه شويه عاود عدليها بالجراره قطعيها ومن بعد تعاود ديك العجينه لميها في بعضها وتعاود تخدمي بها. ما علاش نقول لكم ما تدخلوش فرينه بزاف ما تخدموش بالفرينه باش العجينه ما تنشفش. ها طبعتها طبعي الاطراف غير شويه خاطر السيكار كلشي راه غادي يلتم في بعض غير ما ها قلعت غير دوك الزوائد شويه ما كثرت وحطيتها. شوف انا درت شويه فرماج رابي من تحت نبغي الفرماج ما نكتبش نبغي صوالح فيهم فرماج وتا في داري يبغيو الفرماج. زيدي عليه شويه حشو ما تكثريش غير مغرف صغيره هي وغلقي الاطراف هما اللي بداي بهم. شوفي رفدي غير بشويه وحل ديري شوفي العجينه زينه قاعده تتقطع على كل طرطقت لي شويه عادي نعدلها هذه عجينه ماشي ديول. جيت نردها عاود بانت لي خشينه مانيش باغي نخليها خشينه نحيتها عادي. ها شوفي نحيتها دخلي بلعي فما هاني نوريك الطريقه وبداي تزيري شويه ضغطي ورولي سيقار عادي. دخل بلعي هذوك الاطراف تاكدي باللي الاطراف راهم بلعين باش ما تخرج لكش الحشوه منا ومنا. ان شاء الله تكون الفكره واصله. بلعي غير شويه ومن بعد في القليه نحطي هادي على الوجه من تحتها باش تتبلع ديريكت بالزيت. هاني باديه خدمت حبيبات. ها نعاود لك طريقه اللف. حطي الفرماج رابي عليه شويه حشوه اغلقي الاطراف بلعي الطرف منا والطرف منا باش الحشو ما تخرجلكش ورولي ومن بعد شغل رقيها. انتي كي تحركيها هكا ترقاك ما شاء الله. ها تنخدم لك سيجار بلعي دوك الطراف. ايوا ها هنا راكي خدمتي حبيبات تاع بوراك تفطري بهم راكي صايمه دوك هاد الايامات كثروا الصيام شعبان ورجب الحق الانسان يصوم يعود نفسه على الصيام على قراءه القران على الاذكار. ايوا في الزيت قلت لك الوجه هذاك حطيه من تحت زيت مليح راكي تقلي. شوفي حاولي الزيت تحطيه فوق ترمي فوق الحبات باش يبوقوا لك. ايوا شوفي ها قولي لي مشي بوراك. ها اللي يشوفه من اول مره ما يقولش بوراك بالاخر بالديور. ها مقروش قاصح شوفي وجبنين والريحه هي انا كنت نقلي فيه حتى جات بنتي قالت لي ماما درتي لنا بوراك الريحه هي ها يتفتت زعما. ها ما عندي ما نقول لكم بورك عليه الكلام. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنفعكم وتفيدكم يجي نهار تسحقوها. ايوه
ما عندي ما نقولكم. الصور تعبر عن نفسها، والصوت نتاع القرمشة راه باين. ومع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسوناش اللايك، الله يرضى عليكم، وتعليق محفز. إلى اللقاء، في أمان الله.